المظهر ديالك الخارجي مهم جدا أمانة. نظرة الناس ليك كيف ما كتشوفك مهمة. نظرتك لنفسك كتدخل في تقديرك لذاتك وحبك لنفسك. ما يمكنش لينا نجردوا هذه من هذيك. هذا واحد المتفق عليه بالاجماع. ما غنجيش انا ونقول لك لا هادشي ما كاينش، ولا تجي شي وحده تقول لي انا ما كيهمنيش اختي اللباس ديالي على في الزنقه، وما كيهمنيش كيفاش نخرج، وما كيهمنيش كيفاش غيشوفوني الناس ونظره الناس ليا. غنقول لك اذا انت حمقى، حيت الحمق بوحديتو هو اللي كيخرج الزنقه سروالو طايح، حوايجو مقطعين موسخين، هو اللي كيقدر يلبس الجاكيطه في الشمشيه الشمشوكي هو لابس جاكيطه، السمر والبرد والليالي هو لابس تيشيرت، غادي تحت من الشتا ولابس تيشيرت. علاش؟ لانه هو حمق غير عاقل، ما عندوش داك العقل اللي غيحس به بان راه كاين البرد وخصو يلبس، ما عندوش داك العقل اللي غيفرق به بان هذا راه جامع وهذه مقبره، وهذا كيف ما كنقولوا لكل مقام مقال، وكل بلاصه عندها اللبس ديالها. هادشي هذا كيدخل في تقديرك لذاتك وفي حبك لنفسك وكيفاش كتشوفي راسك. جزء كبير من شخصيتك كيبان لينا في طريقه ديال لباسك. باش نهضر معاك بكل صراحه، شحال من مره كتشوفي شي واحد اللي عنده اللحيه هكا مربي اللحيه وكيلبس الكحل دائما وحزين، ما يقدرش يبدل من غير الكحل، وعنده بزاف ديال اللباس ولكن غير الكحل في الكحل في الكحل. شنو كتقولي عليه؟ كتقولي ليه هذا الانسان حزين كيعاني يلسوفخ ملي كتشوفيه في النظره ديالو، النظره العامه. اذا هنا كنقولوا باللي المظهر ديالنا الخارجي كيحكم علينا من الداخل. كيفاش كنعرفوا بنادم فرحان مقلق زعفان عايش مرتاح؟ كيفاش كتعرفي المراه بخير عليها ولا مكرفصه مع الراجل ولا ديك النظره الخارجيه كتعطينا واحد الجزء وكتعطينا واحد النسبه اللي كنقدروا نحكموا بها. على بركه الله نبداو حلقتنا اليوم بالصلاه على النبي. لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. غدا يوم القيامه يشفع فينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا لست بصاحبه مغازه، لست بمصممه، لا، انا غنشارك معك، واعوذ بالله من قولة انا، غنشارك معك بعض الملابس ديال الخروج ديالي تحت الطلب ديالك، ماشي تشجيعا مني. نقدر نكون انا غلطه، نقدر نكون انا ما كنلبسش مزيان، نقدر يكون لانني نقدر نلقى انتقادات، ولكن هادشي ما كيهمنيش انني زعما نلقى انتقادات. انا غادي نشارك معاك اللباس ديالي تحت الطلب ديالك اللي كنقدر نخرج به للزنقه. عجبك هو هذاك، ما عجبكش خلي لي تعليق جميل، كلشي متقبل منكم. وواحد الحاجه نقطه غادي نشير ليها، لان وحده قالت لي كيفاش بنتي تلبس وهي في العشرينات. شوفي انا كنركز على واحد النقطه مهمه، هو ان اللباس المحتشم شي حاجه اللي ما عمرك ما غتندمي عليها، لا انت ولا بنتك ولا بناتك. هذه واحد الحاجه اللي نتعلموها كاملين. هادشي ما كيعنيش انني كنلبس لباس اللي محتشم واو، ولكن كنطلب الله يهديني ويهدي جميع المسلمين كافه اجمعين. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله يهدينا الا كنا مقصرين، الا كنا غالطين، الله يهدينا وينزل علينا العفو يا ربي من عنده. وعلى بركه الله باش نبداو، لان شوفي ملي كنهضروا على اللباس ديال الدار فاحنا عندنا واحد الحريه مطلقه، نلبسوا اللي بغينا. كاينه في دارك انت الملكه في دارك، متربعي على العرش ديال انك تلبسي اللي بغيتي، وتلبسي الشورت وتلبسي الطويل وتلبسي القصير وتطلقي شعرك وديري كاع داكشي اللي بغيتي. ولكن علاش بديت بهذه المقدمه؟ لانني ملي كنكونوا خارجين لبرا كاينين بنات الناس وكاينين ولاد الناس وكاينين بنات الحرام وكاينين ولاد الحرام وكاينين الدياب وكاينين الطماعه وكاينين حمق وكاين المكبوتين وكاين بزاف ديال الناس كيعيشوا معانا كيكونوا مرضى نفسيون وحنا ما كنعرفوش هادشي هذا. ملي كتقول شي وحده اختي راه بنتك ستريها، راه ستري بنتك راه فاخره وعاطيه للعين، راه تخرج راه يجرها لك شي واحد ويتعدى لك عليها. لا الاغتصاب ما بقاش، للاسف الشديد الاغتصاب باقي. كلنا شفنا، تقدري انت تكوني شفتي واحد الفيديو اللي البارح واحد السيد شد واحد البنت اللي اش غنقول لك في مقتبل العمر، تكون عندها شي 15 16 عام وديها للغابه، وبغى يتكرفس عليها. لولا تدخل الناس، لولا تدخل الرجال الشهمه اللي جراو عليه، كانت هذيك البنت غتكون في خبر كان وكيفاش غيدير على المستقبل ديالها والحياه ديالها وبزاف ديال الامور. فقال لك
هذا الخواف ما خافت عليه مو. الانسان يكون كيخاف، ومن ضمن انني كنخاف على بنتي كنخاف عليها نسترها لانها عزيزه عليا، نسترها ونسيطها للمدرسه مستوره ونكون مرتاحه عليها. اي واحد غادي يبغي يشوف ديك النظره ديال انه غادي يطمع فيها ولا شي حاجه، البنت مستوره ما عنده حتى حاجه ما غتغريه. وحاجه اخرى، راه المراه ولا البنت بصفة عامة ملي كتكون لابسه لباس المغريات فراه عندها حاجه وحده وتفسير واحد وفسروها العلماء بانها تريد ان تثير الغريزه الجنسيه عند الرجل صافي فقط. وتخيلي معايا انت تكوني لابسه هذا اللباس هذا وخارجه للزنقه وتثيرين الغريزه الجنسيه عند الرجال، انت راه عند بالك راكي مهليه في راسك وانت اندبندنت ومن وانت تبعتي النسويه وانت هذه، ولكن انت في الحقيقه في الاول والاخير انت ما كديري حتى شي حاجه من غير الفتنه. وتخيلي معايا هذا الشيء هذا الله يرد بينا يا ربي ردا جميلا. بحال وحده البارح انايا شفتها خارجه، غادي نقول لك خارجه لابسه غير الفوق، صحاب لي انا لبسات لتحت ديال لبسات لتحت ما لبساتوش. الله يحسن العوان، شي مرات كيجيك شي خبار، كتجيك شي موت شي صدمه، كتخرجي بداك الشيء اللي ليك للزنقه، كتخرجي بحال النهار اللي جا الزلزال. بزاف الناس خرجوا بلا درور، بزاف الناس نساو حوايجهم وخرجوا ببيجاماتهم للزنقه. وهذه حقيقه. وتخلعت ساعه عاد عرفت بلي هذيك راه قميجه في الموضه كتلبس غير بوحديتها، كتلبس بلا سروال. للاسف الشديد بنياتنا ووليداتنا لان تبعوا التفكير الغربي، وكيقول لنا الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهمتي؟ كاينين الناس كيقول لهم لي زوروبيان وكيكونوا فرحانين كنلبس اللباس، وانا ما كنقولش لهم لي زوروبيان، كنقول لهم لي زيروبيان. علاش؟ لانه يخرجوا لنا على وليداتنا ويخرجوا لنا على بنياتنا. لان البنت ملي كتلبس مسكينه الميني بوط شنو، وكاينه دابا المشكله اللي ما عندهاش الفورمه ديال الميني بوط، كاشيره مرتضله لابسه كتلقاي البوط ديالها خانزاه ولابسه ميني بوط وخارجه بحال هكاك، واللي ما يشتري يتفرج، ولا اللي خصو يخلص الفلوس يخلص الفلوس ويجيب الصداق وميمتي عادي. شوف، وغنبداو باول اللبسه اللي كتسولوني عليها دائما وجدتها هي الاولى باش ما نكونش ثقيله على القلوب ديالكم، لان هذا واحد الموضوع ما عنديش انايا زعما واحد انا لست بداعيه ولا لست مرشده ولا لست بواعظه، ولكن كنقول داك الشيء اللي زعما عرفتو المعرفه ديالي تقدر تكون محدوده وكنشاركها معاك باش لان على الرقبه ديالي وعلى العاتق ديالي، وحتى انت شاركي معايا اي حاجه والنصيحه من عندكم متقبله ومرحبا بكم. اول حاجه اول لبسه كنشارك معكم هي هذه. دابا الا شفتوا هذه اللبسه هذه صراحه خصني نرجع الكاميرا. شوفي معايا، الا شفتي هذه اللبسه غتقولي دابا هذه راه زوينه وما عرفت شحال مقيومه وما عرفت شنو. هاد التوابات البنات راه كيتباعوا، يقدروا يتباعوا بالمتر ويقدروا يتباعوا بالطروفه، انت وشطارتك. هذه الاولى نحيد لك هاد الثوب هذا باش تعرفي التحتاني شنو هو. التحتاني كريب عادي يا سلام، كريب العادي. هذا اللون هذا هو اللي كنبازي عليه، الثوب هذا هو اللي كنبازي عليه. فيه الوان عده، كنختار واحد من الالوان ديالو. غتقولوا لي واش كتشريها طالعه ولا كتخيطيها. قديت غير المخده اللي غتبان في الصوره والمخده اللي ما خليتها، ما عليناش، قبلوا عليا واش المكان. مهم هاد هي طارت. هاد الكسوه هذه مخيطه عند الخياطه اللي كتصرع ليا لاكوب واللي كتخيط ليا الحاجه كيف ما كنوريها الموديل. المهم نحيد هذا ولا ساعه زانق عليا. شوفي معايا هذا كريب عادي هابطه بحال العبايه حتى لتحت، نقدروا نسميوها عبايه، نقدروا نسميوها كسيوه، كاينه اللي غتقدر تلبسها بوحديتها ياك، ولكن انا كيعجبني ندير عليها داك التوني من الفوق كيسترها ياك، وما كيعطيش الشكل، ما كيبقاش الشكل معزول ديال الجسم، اضافه على انه كيضيفها جماليه. باش تعرفوا ماشي راه العرا هو اللي فيه الجمال، لا، راه الستره هي فيها الجمال، خاصك غير تعرفي ليها وتقتنعي بها. المشكل اللي ولا عندنا دابا هو ولا عندنا بحال الستره هو المشكل، اللي لابسه مستوره هي الخايبه واللي لابسه عريان هي اللي زوينه. وهكا فهموا هما الامور. اللي كدير شويه ديال الفلوس كتحيد الدره وكدير زعما راه قداسها، زعما راه الدره هي اللي الدره عندها علاقه وطيده مع الزلط. المهم ها هي هاد الكسوه هذه هبطتها لتحت حتى لتحت طويله، كناخذ راحتي فيها، كنتمشى بالراحه ديالي. كنجيو هنايا كنلقاو الفوقاني ديالها. الفوقاني ديالها كيتلبس بحلول في هاد الالوان، وديك الساعه انا كنلعب. وشوفي فيا حيت الثوب ما قدنيش وما يمكنش ليا يجيني قصير، درت ليها هاد الموتيف هذا اللي شاط ليا من هنا، درتو في يدي باش نزيد نطول ليها اليدين، وفي نفس الوقت عطاتها منظر رائع، مطرقه
بقبر باللق، ما كايناش شي حاجه عجيبه وغريبه. غنشارك معاك الخضره اللي انا تاي كتعجبك. هذه هي الخضره كيف ما كتشوفوا. الثوب الفوقاني نفس الشكل كيكون كيبين وكيكونوا فيه الوان مختلفه ونفس الطريقه من جهه لامونش. داك التويب الدخلاني هو اللي خدمنا به المونش، اضافه على ان اختارينا واحد اللون اللي خفيف هنايا باش عطاها جماليه. غنحلها لك باش تشوفي العبايه التحتانيه ولا الكسيوه التحتانيه كلها شنو كيقول لها. غير وهنا كاين واحد الاختلاف، هنا زعما بغينا نتفننوا وزدنا من الثوب اللي في الفوق زدنا فيه في اليد، وحتى هذه بطبيعه الحال مخيطه على اليد. كيف ما كتشوفي هنايا الكسوه اللي كتكون واسعه وطويله وزوينه، كناخذ راحتي في الالوان وناخذ راحتي في الخياطه. ها هي. وكنجيو للفوقاني ديالها اللي هو كيتلبس فوق منها، كيضيفها جماليه وفي نفس الوقت كيسترها. كاين على هذا الشكل هذا. شتي هادو كيف ما قلت لك طروفه كيتباعوا ولا توابات كيتباعوا بالمترو. شفتي هذه راه خاصها تصلح لانني عاد صبنتها، خاصها تصلح. كتجي على هذا الشكل هذا وفي وسط منها الكسيوه، وملي كتلبس راه كتجي يا سلام. ما عمرك ما تحقري راسك وتقولي لا انا ما غيجينيش هذا اللباس هذا، لا انا خاصني غير نبقى نلبس. عدد ديال الناس ما كيجيوهمش بزاف ديال الحوايج ولكن كيخيطوهم. ماشي ضروري انايا نلبس على حسب اللي كاين في السوق. كاين في السوق ما جاش قدي، اللي كاين في السوق ما عجبنيش، اللي كاين في السوق مكروز ليا على كلشي. علاش انايا غنلبس ونحصر راسي بواحد اللباس معين كاين في السوق؟ لا، عطا الله اختي اللباس اللي نخيط، عطا الله التوابات، عطا الله. وحنا العيالات عزيز علينا هذا العالم ديال التواب. كنمشي لسوق التواب وكنلقى العيالات هكا مخشيين جايين من الخدمه مخشيين تماك، لان تما كتلقاي المتعه. فكانت هذه هي اللبسه الثانيه. واللبسه الثالثه غادي نوريها لك شي حاجه اللي واو. شوفي معايا اختي، شوفي معايا القرقاع شوفي معايا، هذه هي نورمالمون روميه وبلديه في اون ميم طون. هذه نقدروا نلبسوها في مناسبه ديال العائله، نقدر نلبسها في خريجه. دابا هادشي هذا عندي راه عزيز، راه ما كنلبسوش في اي بلاصه. ما كنلبسوش مثلا وانا غادا للجرده، ما كنلبسوش مثلا وانا غادا للغابه. واش فهمتيني؟ هادشي هذا عنده البلايص ديالو. داكشي باش قلت لك كل حاجه وعندها البلايص ديالها. هادشي هذا ماشي ديال التبهديل، ماشي ديال التكرفيس، ماشي ديال السوق، ماشي ديال المارشي. وشوفي معايا، شوفي الهمه والشان، شوفي كي كتجي همويه. شوفي هذا كيفاش داير تويب عادي وكيبين، والدخلاني دايز بالسفيفه، وهذه دايزه بالسفيفه حتى لتحت. شفتيها دايزه بالسفيفه حتى لتحت باش كتعطي منظر جميل. وهنايا في اليدين حتى هو فيه السفيفه. لي مونش ديال هذه سامبل، ما كاينلاش نديرو فيهم السفيفه لانهم ما غاديش يبانوا. واش فهمتيني؟ الخياطات اللي كيتفرجوا فيا خذوا فكره خذي فكره. هذه راه الخياطه هي اللي كنمشي عندها وكتقترح عليا الالوان وكتقترح عليا كلشي. شي مرات كيكون عندي غير هاد الثوب هذا كناخذو وكنمشي عندها، وباقي عندي شي حاجه غنخيطها ان شاء الله نعاود نشاركها معكم باذن الله. كنشوف كنمشي عندها كنوريها الثوب وكتقترح عليا هي الثوب اللي غادي يجي معاه الوسط. شي مرات كيكونوا عندها شي طروفه تماك في المحل وكتبقى توريني كتقولي ها انت ديري هذا مع وجهك شنو اللي غيجي، واش هذا ولا هذا. وهكا كنختار واحد الثوب اللي زوين. والكريب راكم عارفين الثمن ديالو راه ما غاليش، راه رخيص. وهذا حتى هو راه كيكون رخيص بالنسبه للناس اللي بقاو كيقولوا لي اختي لمياء كتشاركي الحوايج مع الناس، كاين اللي ما عندوش باش يشري، كاين الله يحسن العوان. انا راه كنوريك هادشي هذا ديال البساطه جدا. واش فهمتيني؟ بسيط جدا، يعني اي واحد يقدر يشريه، اي واحد يقدر يخيط، اي واحد يقدر يجمع شويه ديال الفلوس. المره اللي كتشيط من المصروف تشيط لراسها تخيط واحد البيسه. المره اللي كتكون خدامه راه طبيعه الحال هذيك الساعه عندها واحد لارجون دو بوش ديالها اللي كانت كتعاون في الدار، وهذه راه ضروري واحد المبلغ كدوزو لهذا الملابس ديالها والحوايج ديالها، لان الحوايج راه مهمين باش الا تعرفتي باش تمشي. انا كتقتلني شي وحده معروضه هي والراجل ديالها لشي مناسبه ولا شي عرس ولا شي بلاصه، وكيمشي الراجل هكا يدير يضوي وكتمشي هي مبهدله تقولي الخدامه ديالو، تقولي ها الخدامه ديالو غادا من موراه غادا تابعه. ما فهمتش انايا. والمراه يبان فيها التبهديل بزاف، دغيا يبان فيها المراه التبهديل، والراجل لا. الراجل ما يبغيش يتبهدل، ما كيرضاوش الرجال يتبهدلوا. كيلبس لك الكوستيم المزيان ويلبس لك لاشوميز المزيانه ويلبس لك الصباط المزيان. الصباط الا بدا كيحس بيك ماشي هو داك ما كيبقاش يلبسو. انت الصباط عوج على رجليك وغدا به كتعوجي باش تباني راكي مقاده المشيه، ما كتبانيش مقاده المشيه، الصباط عوج عليك. واش فهمتيني؟ ما فهمتش انا علاش
انسان يحط راسو في هذا الموقف. والله ما فهمت علاش حطي راسك في موقف ديال انك كتلبسي جلابه في 5 سنين في 4 سنين كتبقاي تلبسي فيها بك نصلي بك نصوم بك نصلي بك نصوم. واش اختي راه الا كنتي بحال هكا راه خاصك تغيري الوضع، راه خاصك تنوضي تحركي، راه خاصك تنوضي تعلمي حرفه، راه خاصك تنوضي ديري العقاد في الدار. العقاد عرفتي داك العقاد هادو اللي كيتباعوا ما كايناش هنايا، اللي العقاد ديريهم وتبيعيهم الخياطه. راه خاصك تنوضي ديري شي حاجه، راه ما يمكنش تبقاي جالسه هكا وكتسنى هي تمطر، راه ما غاديش يطيح عليك ما تسمع. عندك يحسب لك بلي الرجاله اللي كيديروا لينا هادشي هذا، ولا عندك يحسب لك بلي اي وحده تزوجت بشي راجل لاباس عليه راه قليله القليله، راه واحد 20% ولا واحد 10% هو اللي مطفروا ليهم. اما راه الاغلبيه الساحقه راه كتنظلم راه تشمر على كتافها باش نقول لك الحقيقه فيما يرضي الله. الانسان ما يدير شي حاجه اللي خايبه، ما يشفرش، ما يفسدش، الله يستر، الله يكتب علينا وعليكم كتيب الخير، ما يدير شي حاجه اللي خايبه. ولكن المراه شافت راسها واحد الوضع ما خدامش ليها، ما نكذبش عليك انايا ما نبقاش جالسه مربعه في الركنه. انا ماشي ديال نجلس في الركنه، انا ماشي ديال نجلس في الركنه ونبقى نبكي على ايامي وعلى تاليه وعلى واليه ونبقى نلبس ديك الجلابه المقطعه من هنايا لبسها هذا العام ولبسها العام الجاي ولبسها. لا انا ماشي من هذا النوع، لا لا نهائيا ما نجلسش انا في الركنه. انا واحد الانسان خلق فيا ربي الروح، خلق فيا ربي الطموح، خلق فيا ربي انني عندي اليدين وعندي رجلين اللهم لك الحمد وعندي واحد العقل. علاش ما نوضش نخدم؟ علاش ما نخدمش من داري؟ علاش ما نديرش الخبز وندفعوا الحوانت؟ علاش كل واحد كيخدم على حسب الظروف ديالو؟ انا كنعطيك مثلا علاش انا قاريه ودافنه راسي. علاش انا قاريه انسان عندي اجازه كيهضروا عليا مجازات، وقاريه ودافنه راسي مع المشاكل ديال العكوسه ونبداو ندابزوا على الحسوه بالحليب بالليل. علاش انايا قاريه وعندي مستوى ثقافي ونحط راسي انا مع النخاله باش ينقبني الدجاج؟ علاش؟ انا والله الا طلع لي الدم وتعصبت من هذا الشيء هذا ديال انا اختي لمياء. شوفي فيا، الفقر ماشي عيب، الفقر ماشي عيب، الله يقتلنا مع الفقراء ماشي عيب، ولكن راه العيب هو انك تشوفي راسك في واحد الوضع اللي ما واش عندك حسابك. حنايا راه لاباس علينا، راه اللهم لك الحمد مستورين ولله الحمد، الله يخلي الحاله مستوره. ولكن راه الانسان كيقاد، راه المراه الشاطره هي اللي كديباني من هنا ومن هنا وكتلبس من هنا وكتقاد من هنا باش تبان هي الهبيله. راه تحسبهم من التعفف اغنياء، من التعفف من العفه اللي فيهم كيحسب لك بلي راه هما لاباس عليهم. من العفه هذيك اللي بغيتها تكون فيك، بغيتها تكون طابع عندك هنايا في الجبهه ديالك وفي حوايجك وفي المظهر ديالك. المظهر ديالك مهم. كتجلسي مع ناس ما عرفتش عندهم الفيلات وعندهم الطوموبيلات وما عرفتش عندهم المشاريع والفيرمات، كتجلسي حداهم منهم مالو باش احسن منك بنادم ولا 9 شهور كاملين ولا 9 شهور. ولكن ها نفسك هنا تمشي بالحوايج مقطعين ما نبغيهاش ليك، تمشي بحوايج موسخين ما نبغيهاش ليك، تمشي بموديل 1900 ورجع اللور ما نبغيهاش ليك. علاش مالكي انتيش خاصك باش ما تنوضيش وتقعدي لراسك وتبقاي جالسه في الركنه وكتسناي هذاك الراجل يحط لك 400 ب 400. الراجل الا قاد على المصروف ديالو هادي ومكفي الامور ديالو راه راجل ونص تبارك الله عليه ما فيها عيب. العوين ماشي عيب، العوين ما قال عيب. حنا في واحد العصر ديال المراه ماشي عيب انها تنوض تخدم. حنا في واحد العصر ديال جوج الناس خدامين يلا كيطفروا. مهم هذه خريجه ماشي الموضوع ديالي. هي هاد اللبسه هادي على بالك ما تلبسي وتعاودي، مالكي ما تخيطي وتعاودي وتلبسي وبقاي تسناي راجل يدير لك كلشي، بقاي تسناي. راه تسناو بحال راه دايرين دابا 80 عام كيدليو الشيب. وغادي نجيو لهاد اللبسات الصيفيه واخا باقي الحال عليها حيت صراحه ما عرفناش حنا هاد الوقيته هادي ديالاش. كنجيو لهاد اللبسات الصيفيه. الكسيوه طويله، الكسيوه بالسوره، شوفوا معايا الكسيوه هذه فيها الالوان اخضر يا عيني اخضر الشجر. وكندير انا بحال هادو كنكون كل وحده الا كنت طاوياها مصبناها وطاوياها كندير معاها البارفان، ماشي البارفان ولا باش الراجل تلفتوني، كندير معاها الشويل ديالها. انا ما تنكونش معلقاهم هاد الكسيوات كنطويهم. وغنعطيك واحد النصيحه انت الشرط يزلق مهمه علينا شا هو هنايا باش تشوفي مهم فيه السومو غالب، فيه الالوان اللي كاينه هنايا. انا راه كنت باغا ناخذ سومو نيشان باغا ناخذو ولكن ما لقيتوش، والسيده شجعتني قالت لي حمساتني قالت لي راه غتجيك مزيانه وفعلا جات هي هذيك صافي. المهم هاد اللبسات هادو باش تاخدي لبسه وتهني عليها خدي معها الشال ديالها، عندك حساب لكم انا راه كل عام كنشري 7 الباسي 5 الباسي، لا راه يقدر العام نشري فيه 2 البسات بارك عليا، ولكن راه كنحافظ عليهم كنبقى نلبسها العام وكنلبسها العام الجاي وما كاينش مشكل. الا شفتيها تقولي هذه عاد شريتها جديده. كنحافظ على الحوايج ديالي، راه اهم حاجه هو تكوني انسانه كتحافظي. راه تكوني كتشري الحوايج ولكن مبدله وكتضيعيهم وكتمركليهم وكتكمشيها بحال هكا وتخشيها في الماريو، راه ما عمرها غتبان عليك بلي راه شريتي. ها هي شوفي معايا هاد الكسيوه شحال زوينه. بغيت نعطيك واحد النصيحه بالنسبه للناس هادو الكسيوات دوك الرخيصين راه ماشي الغاليين، ولكن
الثوب ديالهم باش تفرقي ما بين الثوب. هاد الثوب كيكون داخل فيه بحال الرطب، بحال داخل فيه الكريب. الا كنتي كتفهمي في الثوب راه غتعرفي بلي داخل فيه الكريب. الثوب اللي كيكون داخل فيه الكريب راه ما كيشربش، ما كتقزبش، ماشي بحال واحد الكسوه خديتها اش غادي نقول لك، الثوب ديالها خيط، صبنتها النوبه الاولى وهي تقفز، طلعت واحد شويه قلنا ماشي مشكل، حنا اصلا وخلينا طوال وانا قصيره وهذه ماشي مشكل. صبنتها النوبه الثانيه وهي تقفز عاوتاني، وبان لي خصني نحطها ولا غادي تبقى تقفز نعطيها لبنتي تتلبسها بنتي. مهم كفكره انك ملي تشدي البيسه ديالك، الكسيوه ديالك، تطويها على هذا الشكل. ما تاخذش من عندك 5 ديال الدقائق والو نهائيا. كنطويو الكسيوه، شوفي معايا البلان، شوفي معايا عرفتي كيفاش كتشوفي. ها هي الكسيوه، كنشدو الشويل ديالها حتى هو مصبن مرقرق، فيه ريحه زوينه ديال التيت. داك اللي كنت شاركت معكم نقدر نعاود نشاركو معكم ديال بيم اللي كيخلي ريحه زوينه في الحوايج، لاننا لا نتعطر في الشارع، لا نتعطر في الزنقه ولكن ملي كتجي شي وحده تسلم عليك كتلقى فيك ريحه زوينه. علاش؟ لان الشوير فيه ريحه النقا، هذا مكان صافي ريحه النقا. وكنديروا الشال بهذه الطريقه في وسط من الكسوه، وكنتنيو الكسوه بحال هكا، شفتيها وكنخبيوها في الماريو. ملي تنجبدو ما نلبسو كنجبدو الكسوه بالشال ديالها، ما كنبقاوش نقلبوا على حميدو فينا هو وليدو. اييه، وعلى ذكر نشارك معكم هذه، اتونسيون البنات، هادو راه من الكسيوات اللي دايرين دابا ضجه في السوق، 130 درهم 140 درهم، يعني رخيصين ماشي شي حاجه اللي غاليه. ولكن عرفي تختاري راه الا اختاريتي هاد الكاليتي هذا اللي كتكون رطبه ماشي حرش ماشي خيط، كيكون داخل فيه الكريب. ومن الاحسن الا تلفتي سوليه قولي واش داخل فيه واحد النسبه ديال الكريب ولا لا. اما الا سولتيه وقلتي ليه خويا واش كتشرب غايقول لك ما كتشربش، ما كتشرب، ما كتكمي، ما كدير حتى حاجه، كتجيبها للدار كتولي كديرهم كاملين وكتقفز كتلقاي راسك لا واخده بيجامه طويله كتلقايها هنايا. ايوا اتونسيون، كتولي كتفضلي انك تخيطي. المهم ها هي هذه شوفي فيها الزرق وفيها الاورانج. شنو غنديروا ليها؟ نديروا لها شال في الاورانج، واش فهمتيني؟ لانه هو اللي ما غالبش بزاف بالنسبه للناس اللي كيبغيو يختاروا الالوان. دابا انا نقدر ندير معها الزرق ياك، ولكن ما عرفتش كي غتجيني غالقه بزاف. الا درت معها الاورانج غتجي شويه طامسه. الحاجه وحده، واحد النقطه تكون واحد قيله كلشي كيعرفها، بالنسبه بحال هكا الكحل والبيض اسبرو كيجي معاه الحمر كيجي معاه زوين. بالنسبه الالوان اللي كتكون عندك واحد الكسوه فيها الالوان بزاف راه ما كنديروش الشان فيه الالوان، كنديرو فيه لون واحد وداك اللي كيكون خفيف شويه ولكن عاطي، فهمتيني؟ بحال هذا الشكل هذا. نصيحه الا بغيتي تاخدي كسوه ما تاخديش الخيط، خدي داك اللي فيه الكريب، خديها رطبه باش تبقى ليك وباش ما تبقاش تقفز ليك، تلبسيها بعدا في الصيف، تلبسيها بالربح وبالهنا وبالتيسير. هذه حاجه. هذه واحد الكسيوات هي من الكسيوات ديال الصيفيه. هذه دابا كسيوه ديال البحر، كسيوه ديال الخروج، كسيوه ديال انني جاتني خريجه على غفله بحال هكا. غنشارك معكم واحد اللبسه عجباتكم في واحد، كنت درتها في واحد اللايف وكانت عجباتكم، لبستها في واحد اللايف وعجباتكم. بالنسبه للبسه على هذا الشكل، هذا الخلاني ديالها، هذا الفوقاني، اللي كيجي على هذا الشكل هذا. شوفي معايا هاي كتجي على هذا الشكل. الفوقاني راه طويل حتى لتحت، طويل حتى لتحت، هي خاصها تصلحها. بحال هاد المسائل ما كنلبسهمش الا الا تصلحوا، لانها كتبان مكمشه ودغيا كيتكمشوا. فها هي طويله حتى لتحت وفيها فتحه، ما عرفتش واش تخيلتي المنظر، طويله حتى لتحت فيها فتحه في الجناب. ولكن كنلبسوا معاها السروال الفضفاضي، سروال البراعي فضفاضي. شفتي معايا؟ ها هي هكا كتكون اللبسه، والفوقاني راه هابط. هذه هي اللبسه ديالنا الزرقاء اللي عجباتكم، اللي كنت صورت بها واحد اللايف. واللي كيسول واش خيطتها الا هذه شريتها، هذه شريتها طالعه. الا قلت لكم هذه اول وحده تشرات طالعه، هي منها خدينا الفكره ديال اللباسي. ملي شفتها عجباتني ولكن غاليه شويه في الثمن، ما يمكنش ليا نبقى ناخذهم انايا، فهمتي؟ كل مره غادي نبقى ناخذ لبسه بحال هكا طالعه وطويله بحال هكا زوينه، عجباتني همويه وجاتني غاليه. اضافه الى ان السروال ما كيريحنيش بزاف في الوقت ديال الصيف،
كنبغي نلبس هكا مطلوق باش كنرتاح اكثر، كنبغي نلبس الكساوي. فقلت علاش لا اللي ما نخيطش بحالها، ولكن ما نديرش سروال، نخيط المطلوق. وصدقات. وفي اطار الضحك شويه نضحكوا مع بعضياتنا، هذه الا قلت لكم بلي راه خديتها كسوه تيقوني ها، هذاك اللي عندها الماريو كيتحل ليها ملي كيدوز التران، كتكون حدا التران، فين ما يدوز التران كيتحل الماريو، وهي تجيب للمعلم جات النجار، هو يقول ليها اودي خشيني في الماريو لداخل وسدي عليا بالساروت، وملي يدوز التران غنشوف منين كيتحل الماريو، خصني نعرف منين. دخل النجار لداخل، سدات عليه بالساروت، جا الراجل نسى شي حاجه في الخدمه، جا للدار كيدق، حلات ليه المراه، هو حلات ليه، دخل لبيتو، داز التران هو يتحل الباب، تحل الباب ويلقى الراجل مقرد، النجار مقرد في الباب ديال الماريو. قال لي الا قلت لك تنتسنى التران يدوز تفيقني. هي هذه دابا الا قلت لك هذه راه خديتها كسوه زعما باش نلبسها كسوه تيقيني، ما عمرني ما لبستها، لبستها جبتها صبنتها هي الاولى عاد باش زعما غنلبسها كسوه، ساعه جبتها كسوه صدقات بيجاما ها ولكن صبنتها، ما يمكنش ليا نرجع المولا، عيب. المهم كيعجبوني هاد البيسات اللي كيكون فيهم هنا هاد الموتيف، كيكونوا مسدودين، كيهنيوك من ان كل ساعه تبقاي رد بالك مع الكمام، اضافه على انها هذه هي اللي قفزات بنت الذين قفزات، ولات بيجاما، وتا الشكل ديالها ولا بيجاما. دابا كان الثوب ديالها كان كيبان زوين، دابا ملي تصبنات ولات كتبان بيجاما. ماشي مشكل، لبسوها ان شاء الله في العيد الكبير باذن الله، لبسوها الا طول لينا ربي العمر، لبسوها كانها بيجاما. قبل ما نحبس، قبل ما ننسى، هذا هو الثوب اللي قلت لك عليه، عندك تاخذيه كسوه غتخسري فيه فلوسك، غيحسب لك، ولا تشريه ثوب وتخيطيه، راه خاصك تكوني كتفهمي في الثوابات الا بغيتي تخيطي، راه تاخذيه وتضيعي فيه فلوسك، وفي الاخير نتيا باغاها كسوه ديال الزنقه، وفي الاخير ترجع بيجاما. راه ما يمكنش ليا نوريك جميع اللباسي، وما يمكنش ليا نشارك معاك زعما كاع الافكار، ولكن هكا مره غادي نبقى نشارك معاك بحال هكا افكار لبسات بحال هكا باش تاخدي فكره، وباش تعرفي الا تلفتي تعرفي كيفاش ديري، كيفاش تقتصدي، كيفاش تخرجي راسك وتخيطي وتلبسي. المهم حتى نتيا تلبسي وتنتي تخرجي وتنتي ما تقوليش انايا ما عنديش الحوايج ولا ما عنديش الفلوس ولا ما عنديش كي ندير. راه المراه الشاطره هي اللي من القليل كدير الكثير، وهي اللي من راسها كتخرج. راه ما كاين حتى شي واحد اللي غادي يجي، راه ما كرهناش كاملين نخرجوا لي ماكازات الواعرين ونهزوا اللي بغيناها ونقيسوها، واللي جاتنا ناخذها، ولا اختي واحد الفكره احسن منها نخرجوا اختي ونهزوا واحد الساشي كبير عيط ولا واحد الشاريو ونبقاو نجمعوا في الحوايج وما نقيسوش، اختي تجيو للدار ونقيسوا، اللي جات قدنا هي هذيك نلبسوها، اللي ما جات قدنا نلوحها. ولكن الوقت صعيبه ماشي ديال هادشي هذا، الوقت بغاتك تكوني مرا شاطره وتلبسي تنتيا، علاش تلبسي وتقادي. وكنتمنى ان هاد الافكار اللي شاركت معك وهاد اللبسات يكونوا نفعوك، يكونوا عجبوك تحت الطلب ديالك، راه من العام اللي فات وبعض الاخوات كيطلبوني لاني شاركي معنا، وها اختي شاركت معاك ودرت مجهودي، وتنتي ما عليك الا انك ديري لي واحد لايك باش تشجعيني وتشجعي المحتوى، وباش نبقى دائما نحط لك بعض الافكار بحال هكا. وحتى لهنايا غادي نكون ساليت حلقه اليوم، كنقول لكم استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، القاكم فيديو مقبل ان شاء الله، الى اللقاء.